السلام عليكم. تخيل معايا في يوم من الايام كده قرر تركي آل الشيخ ان يبقى المنتج رقم واحد في السينما المصريه. ايوه، هو تركي آل الشيخ اللي كان بيكتب اغاني وبعدها بقى رئيس لجنه الترفيه في السعوديه. فجاه قرر يلعب دور المنتج، بس مش اي منتج، ده المنتج اللي عنده فلوس بس ما بتخلص. بيحب الافلام كانها الكوره، دخل على السوق المصري زي الاعصار، اعلانات ضخمه، بوسترات، افلام على الكوبري، نجوم كبار جدا بيشتغلوا معاه. بس السؤال هنا، هل الفلوس لوحدها كفايه؟ الجمهور المصري اصلا ذوقه صعب جدا وشاف مئات الافلام وعنده ذوق لازم يقتنع بيه. فان لو فيلم ضعيف هيتحول لترند، بس مش الترند اللي تركي آل الشيخ عايزه. ومع كل ده تركي آل الشيخ مكمل بينتج وبيكتب وبيغني ومش بعيد كمان يمثل قريب. هل وجود تركي آل الشيخ هيرفع في السوق المصري، ولا هيتحول كل فيلم بروجكت ضخم بدون روح وبدون تأليف مهم؟ هل احنا على ابواب عصر جديد من السينما، ولا ده بس موسم مؤقت بس من الفلوس والنجوم؟ وفي النهاية تركي آل الشيخ هو ظاهرة، بس أي ظاهرة يا بتسبب أثر يا بتعدي زي في مشهد ملوش ستين لازمة. وأنت في الآخر رأيك مهم، يا إما تقولي هو وجوده مفيد في السينما المصرية، أو وجوده ملوش أي لازمة.